وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وتوهمت هذه القوة أن القوة والبطش والمجازر والتآمر والخواطر والتخاذل يمكنها أن تعطي من لا يستحق ما لا يملك، ولكن خاب فعلهم. ورد شعبنا بعون الله ومشيئته كيدهم إلى نحورهم، فسرعان ما تحولت هذه الأرض المقدسة إلى معاقل للفداء لتعلن للعالم أجمع أن فلسطين وطن الشعب الفلسطيني، وأن هذا الشعب لن يرضى بديلا عن وطنه. طال الزمن انتصر فلا مكان للاحتلال في أرضنا. إن هذا زائد بهذه السواعد، سواعد أبطال فلسطين الصامدين في وجه الاحتلال والاستيطان وجدار التوسع. أيها اللاجئون الأحبة في مخيمات الصمود، ليس من حق أحد في هذا العالم أن يتنازل عن حق لاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وإن حق العودة للاجئين بالعودة إلى وطنهم فلسطين وحق مقدس. إن قضية اللاجئين هي قضية الشعب والأرض وقضية الوطن، فلا تفريط ولا تنازل ولا توطين، بل حق مقدس لكل لاجئ فلسطيني في العودة إلى وطنه فلسطين. ما ضاع حق وراءه مطالب. أن هذه الحركة الفلسطينية وجدت لتبقى ووجدت لتنتصر، وجدت لتبقى ووجدت لتنتصر. ويا جبل ما يهزك فيه، ويا جبل ما يهزك فيه. بيروت لا هي آخر الطلقات، لا هي ما تبقى من هواء الأرض، لا هي ما تبقى من حطام الروح، لا بيروت لا. حاصر حصارك لا مفر، اضرب عدوك لا تفر، فأنت الآن حر. حاصر حصارك بالجنون وبالجنون. ذهب الذين تحبهم ذهبوا، فإما أن تكون أو لا تكون. يا أبا عمار حاصر حصارك لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها، وسقطت قربك فالتقطني، واضرب عدوك بي. اضرب عدوك بي، فأنت الآن حر. شهداك أو جرحاك فيك ذخيرة، شهداك أو جرحاك فيك ذخيرة. يا أبا عمار شهداك أو جرحاك فيك ذخيرة. اضرب بها عدوك، فأنت الآن حر.